بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم طبعا جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أقول للناس الجميلة اللطيفة اللي بتخش مقتنعة إن هي بتستفزني يعني عشان أساعدها. أنا مفيش حد يقدر يستفزني أصلا، لأن أنت مالكش عندي حاجة ولا أنا ليا عندك حاجة. وزي ما قلنا قبل كده، ولا أنا هجبرك إنك تتعامل معايا، ولا أنت هتقدر تجبرني إن أنا أخدمك بالعافية. تمام؟ الحمد لله. يعني دليل كلامي في إحدى العملاء المحترمين، الراجل ده برضو كان زي بقية الناس كده عمال يجادل، يعني إيه النجاح فكرة، يعني إيه مش عارف إيه، وأنت هتجيب الديب من ديله. جه قعد معايا وجبت له الديب من ديله. أوكي. في شخص تاني مثلا ده حاجز مع نفسه كارت خدمات. تمام. الراجل ده بيقول لي انا عندي كشف اعمل ايه؟ قلت له يا حبيبي انا ما بتعاملش حد ما حاجز مع نفسه حفاظا على السمعه. يعني ايه الحته دي؟ انا عايز افهمها والنبي عشان ايه انا ارتاح. انت النهارده حضرتك لما تكون عميل مكتبي، تمام، وانا باخد منك 300 جنيه بس في الحجز والخدمات. ايه هو بقى الحجز والخدمات؟ هفهمها لكم برضه دلوقتي. انا بحجز لك، تمام. الخدمه الطبيعيه بعد كده ان انا اتصل بيك قبل اللجنه بيوم، واتصل بيك يوم اللجنه الصبح. حلو. تجي لي مكتبة شرف تشرب كوباية شاي، بنصور الملف بتاع دخول اللجنة على حسابك، تمام، وبنتابع لك النتيجة ونتابع لك الجمهور. دي الخدمات العادية. فأنا طلعت محترم، قلت بقى إيه؟ أخدم عميلي برضو، ربنا يكرمه وينجح. فعملت إيه؟ قلت يوم ما بيجي عشان يخش يكشف أنا بقعد معاه، بقول له إزاي يوضح الأمور عنده صح. هي دي الفكرة عشان تكونوا عارفين. الفكرة ولا رشاوي ولا معارف ولا وسايط. تمام. واقول كلمة حق برضو والله العظيم بما يرضي الله. هو اللجنة الطبية قمة الشرف والنزاهة عشان تكونوا عارفين. لو في عيب ممكن يبقى من موظف هو مثلا مسؤول عن الأوراق، لكن اللجنة أصلا ما تقدرش إن هي تعمل حاجة خطأ، لأن فعلا هم كذا واحد. ده حقيقة والله العظيم أقسم بالله. أنا نفسي لما باجي أكشف والله بيسألوني حرك رجليك كده، اعمل كده، سوي كده، رغم ان انا لابس جهاز على رجلي. تمام. فدوت يدل على نزاهتهم. لكن اصلا لا مؤاخذه اسلوب المعاقين بجد بيقفل الناس من ناحيتهم. الناس بتبقى عايزه تساعد، لكن هم في بعض منهم ليه اسلوب قذر كده بيخلي الواحد يقفل من ناحيته. يعني مثلا لما تيجي حاجه زي اللجنه اللي المفروض ان هي بتتعاطف مع المعاقين، يجي المعاق يخش على النت، ده اللجنه ظلمتني، دول كفره، دول عايزين رشوه، دول مش عارف بياخدوا فلوس، دول. طب ما هو بعد كده اللي بعدك انت خليت اللي بعدك يتظلم، لان كده كده اصل اللجنه تبقى نفسيتها مقفوله من ناحيه المعوقين. انا واحد من الناس، ماشي، بيجي مثلا شخص انا حجزت اعمل ايه؟ اقول له انا ماليش فيه، انا مش هضيع وقت معاك على الفاضي. حلو كلام. حاجز معايا تحت امرك، ماشي، حاجز مع نفسك ربنا يوفقك، لكن انا مش هحجز معاك، سوري، مش هتعامل معاك طالما انت حاجز بره ولا حتى بفلوس. الاقي بقى قله ادب. يعني واحد امبارح بيقول لي هو انت قاطع دماغك ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ غرف داهيه. ما هو بص اقول لكم حاجه بقى صغيره. عدم مساعده المعوقين مجانا هو برضه على اسس واوضاع مظبوطه. يعني النهارده المعاق ده هيبيع جوابه، هيجيب عربيه. هيبيع جوابه، ما انت هتاخد فلوس. هتجيب عربيه، ما انت معاك فلوس. ال 300 جنيه بقى حق خدمتي ليك دول اللي هيفقروك. الحاجه التانيه، يجي واحد جميل قوي يخش يقول لي يا حاج يعني اخدمنا كده عشان دي لك دعوه حلوه. هو انت سعادتك كنت الشيخ الشربيني وانا ما اعرفش مثلا ولا ايه؟ ما الشيخ الشربيني ده بتاع اكل يعني.
ماشي، هو الشيف الشربيني اصلا. ماشي. انت ليه محسس ان انا بتعامل يعني مع نبي جديد يعني؟ انا مش عايز دعوتك يا عم، مش عايزها. خدها، لكن ما تضيعش وقتي. كل واحد حر في حاله وحر في شأنه. انت كنت حر تحجز مع مين، انا كمان حر ارد عليك او ما اردش. ولا انا هجبرك تجيلي، ولا هخليك انت تجبرني ان انا اساعدك. ماشي. وعايز برضه اقول كلمه حق قوي قوي بامانه يعني. اللي انا لاحظته على مدى شغلي طول 25 سنه، ان اصلا اغلب طويل اللسان، بامانه والله العظيم، ومش كلهم عشان الواحد يقول الحق، ماشي، هم بتوع الاعاقات الحركيه بس. بس ده حقيقي. وايه بقى، مش الاعاقات الحركيه الجديده، لا ده بتوع زمان اللي كانوا واخدين على الدلع. واخد ان هو يروح عند المجالس يلاقي خدامين واقفين له، عايز يعطس، عايز اللي يجيب له منديل. تمام. وبرضه الامانه في بعض منهم اقسم بالله ناس في قمه الادب والاخلاق. الحاجه التانيه عايز اقول لكم حاجه جميله قوي. الناس بتستغرب للمبدا اللي انا ماشي بيه ده. بالعكس، اولا انا بعمل مصفى حلوه قوي. انا في شغلي ده انا بعمل مصفى قمه الجمال. المصفى دي بتبقى بنودها ايه؟ النهارده في مثل نزيه بيقول لك: هين قرشك وما تهينش نفسك. تمام. اللي بيتعامل معايا بيبقى عنده المبدأ ده. ليه؟ انا النهارده اكيد انت توليت عنك، شلت عنك كل الامور وانا توليتها. ان انا احجز لك واحدد لك ميعادك وافكرك بيه واتابعك واسالك واتابع الجمرك. تمام. ف 300 جنيه مش كتير. فانت النهارده كراجل نزيه بتقول انا اشتري راحتي بفلوسي. وعلى فكره في ناس بتطلع ذوق عشان تكونوا عارفين. لو انا باخد 300 في ناس بتديني ازيد. ده منه هو. يجي عامل يوعدني يقول لي يا عم احمد والله لما هنجح بالله يعني بص هحللك بقى. اقول له يا باشا انا مش بتاع تحليل بقى، انا حقي انا خدته شكرا كده. انت عايز تعمل حاجه يبقى اعملها من نفسك فيما بعد. لكن ما بحبش حد يوعد وعد ويخلفه، وما بحبش حد يقول كلمه ويخلفها او يعدلها. انا طبيعتي كده. تقولوا بقى تربيه عسكريه، تربيه يهوديه، اللي عايز يقول حاجه يقولها. انا كده كده اصلا ماشي بمبدا جميل تاني برضه، ان انا يهمني رايي في نفسي ايه، ما يهمنيش راي الناس فيا. كل واحد يقول اللي هو عايزه. يكفي ان انا بشوف المنافسين بيعترضوا عليا وبيقلدوني. يعني الكارت بتاعي ده، الكارت ده، تمام، لقيت واحد عامل منه كوبي بيست بالظبط، بس غير الاسم وارقام التليفونات بالظبط. مش هو نفس الكارت بالظبط. طب دوت يدل على ايه؟ ان هو شايف ان انا ناجح فبيقلدني. قلد يا عم. الحاجه الافضل من كده الاخيره يعني، العميل مثلا اللي حاجز مع نفسه لما بيجي يتقل انا بعمل حاجه حلوه قوي، بعمل له حظر ورحله. اوكي. فيا جماعه احنا اخوات. حلو كلام. انا راجل ماليش في المجاملات ولا العشم. انا حتى كاتبها ورايا، بس هي مش هتبان لكم عدله يعني، هي فوقيه اهي. ماشي اهي، بص بالظبط اهي. انا راجل ولا ليا في العشم ولا ليا في المحبه ولا ليا في الخدمات. انا راجل تحجز عندي انا بما يرضي الله هقف في ظهرك. عايز تحجز مع نفسك ربنا يوفقك، كمل مع اللي انت حجزت معاه. حجزت مع روحك ربنا يوفقك. هتيجي تقول لي معلش اصل انا ما كنتش اعرفك او ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا مش بتنازل عن مبدئي. التوضيح الاخير بقى وبعد كده في الفيديو دوت، انا ليه ما بتعاملش مع الناس بمقابل مادي لو حجز مع نفسه؟ انت النهارده لما تكون عميلي وانا احجز لك واخد قيمه الحجز بس، ابقى انا كده راجل خدت حقي. كويس. لما اجي انا اخدمك في التوضيحات تعمل ايه وتوضح الرؤيه ازاي وتنجح، هبقى انا كده خدمتك. فلما تنجح هبقى انا كده حسين سمعتي ان انا حجزت لك بس وقفت في ظهرك. الوقوف في ظهرك دي جدعنه. عشان تكونوا عارفين المعلومات اللي بقولها العميل دي او المساعده دي بتبقى جدعنه مجانا، مش مدخلها في حساب الحجز. ماشي. فلما يجي العميل ينجح بقول الحمد لله كتر خيره وقف جنبي وساعدني. اوكي. طيب العميل اللي حاجز مع نفسه لما يجي يتعامل معايا
هل انا هضيع وقت معاه على الفاضي؟ لا. طيب لو حب يعرض عليا فلوس عشان اساعده، لو انا خدت منه فلوس عشان اساعده وسقط، هو اصلا دافع لي فلوس ايه؟ مش دافع لي فلوس عشان اساعده، هو دافع فلوس معتقد ان انا كده كده هنجحه. لا برضه انت كده عبيط. تمام. فالنهارده لما اخد منك فلوس عشان اديك معلومات تساعدك وتسقط، بيجي العميل يقول لي ايه؟ انت خدت مني فلوس عشان تنجحني. طيب انا بقى اهين نفسي ليه؟ اللي خد طريق يكمله يا جماعه. اوكي. انا بس مش عايز انسى حاجه، بس زي ما قلت لكم انا بس بفهمكم انا رؤيتي الامور ازاي. حجزت عندي هخدمك، ما حجزتش بره ماليش دعوه بيك ولا حتى بفلوس ولا هضيع وقتي معاك. وطبعا شكرا للاستاذ طارق برضو مؤخرا على تعليقه الجميل اللي انا قلته في الاول، ان هو الراجل ده لما جه قعد معايا واتكلم معايا فعلا شاف من خلال الكلام والتوضيحات اللي انا قلتها ان النجاح فكره. الكلمه دي صح. انا عمري في حياتي ما خدت رشوه ولا عمري هعملها. عمري في حياتي ما شفت واسطه لحد ولا عمري هعملها. والله اقسم بجلال الله انا في مجالي ده والله العظيم 3 من 25 سنه عمري ما اتعاملت مع موظف جوه المجالس اطلاقا. انا اتربيت كده ان انا بعتمد على نفسي وعلى دماغي بس. سامحوني ان انا طولت عليكم، بس الفيديو اللي جاي بقى ده مهم جدا 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 للناس اللي بتشتري الجوابات. تاني، الفيديو اللي جاي ده مهم جدا 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 للناس اللي بتشتري الجوابات. في خوابير قادمة، مصيبة أسود من السواد. مش بظلمها، لا أنا بنبهك. فلما أجي أنبهك بتقولش أعوذ بالله، لا يا بابا، اسمع وافهم وأمن نفسك. يلا. في حاجة تانية هقولها أخيرة. اللي عايز يعني مثلا واحد حاجز مع نفسه، أوكي، تسألني على ورقة أقول لك الورقة هتجيب 1 2 3. لكن تسألني أكتب إيه أو أعمل إيه، لا، الحاجات دي كلها معلومات لعميلي أنا فقط لا غير. وفي نقطة مهمة قوي، وبعد الحجز، بعد الحجز اسألني، قبل الحجز لا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.